שלום الكلخون وعمرو حودي لوخ إيوانجليون قاديشو موران يشوع مشيحو من يوحانون شليحو صلوثيه عامان. هذه هي مشيئة من أرسلني ألا أهلك أحد من جميع من أعطاني بل أقيمه في اليوم الآخر، لأن هذه هي مشيئة أبي أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. فصار اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: إني أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، ما من أحد يستطيع أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. مكتوب في الأنبياء: إنهم يكونون بأجمعهم متعلمين من الله، فكل من يسمع من الآب ويتعلم منه يقبل إلي. وما من أحد أبصر الآب إلا الذي هو من الله، فهذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله الحياة الأبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل الإنسان منه فلا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، فمن يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أعطيه لأجل حياة العالم. آمين. وشينو الكلخون. بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد، آمين. أحبائي، تصل بنا الليتورجيا السريانية إلى الأحد الخامس بعد الدنح، وقراءة الإنجيل هي من الرسول يوحنا الإنجيلي الفصل السادس الآيات 39 إلى 52. لكن مع بداية الفصل نلاحظ أن يسوع المسيح ربنا يرفع عينيه المباركتين ليرى الجموع الجائعة، والتي كانت تقدر بحوالي 5000 من الرجال فقط غير النساء والأولاد. فيعرف يسوع في قرارة نفسه الأبية حاجة الجماعة التي تطلب تعليمه إلى الخبز ليشبع جوعهم ويسند قواهم في البرية القريبة من بحيرة طبرية أو جنسارت أو ما يسمى شاطئ بحر الجليل الغربي. فيفتتح يسوع الحوار مع تلميذه فيلبس أولا، الذي كان يهتم بقوت التلاميذ، علما أن بيت المال كان لدى يهوذا الإسخريوطي. فقال يسوع لفيلبس: من أين نشتري خبز ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه كان يعلم ما سيصنع. بعد حوارهم وانذهالهم حول الجمع الكثير واستحالة إشباعهم حتى ب200 من الدنانير، فإنهم سيحصلون على كسر صغيرة تسند قلبهم، يفاجئهم أندراوس أخو سمعان بطرس بصبي غلام يحمل 5 أرغفة من شعير وسمكتان. أخذ يسوع 5 أرغفة وشكر، ثم وزع على الحاضرين بمقدار ما أرادوا، كذلك فعل بالسمكتين. وطلب يسوع من التلاميذ رفع الكسر من الخبز لئلا يضيع شيئا منها، فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر. كانت الجموع مستعدة لاختطاف المخلص وجعله ملكا، لأنهم شبعوا من الخبز وليس من أجل التمتع بصانع الآيات ربنا يسوع المسيح له المجد. لذلك سينشأ جدال بين اليهود متذمرين على الرب من أجل عمل آية ليبين أنه قوة الله، فيروا ويؤمنوا به على الرغم من أنه صنع لهم آية 5 أرغفة والسمكتين، فأكلوا وشبعوا وبقي من الكسر.
إن آية الخمسة أرغفة والسمكتين التي صنعها يسوع كانت مناسبة لتذكير الشعب اليهودي الذي سيمنح بيديه المباركتين لهم الرجاء الأكيد من خلال ذبيحته الفدائية على الصليب الذي سيهرقها طواعيا لأجل خلاصهم وخلاص العالم، فيؤسس بذلك سر الذبيحة الإلهية جسده ودمه الأقدسين، إذ من خلال كتب الشريعة المقدسة والتي ترمز بالخمسة أرغفة من الشعير، ومن خلال المزامير والأنبياء المرموز بهما بالسمكتين، سيربي هذا الشعب الذي فهمه كفهم الغلام وكطفل في معرفته وفهمه للناموس. من خلال هذه المعرفة التي سيكشفها الابن كاملة للشعب الجديد أو كنيسته، عروسه المفتدات سيودع فيها أثمن أسراره عربون للحياة الأبدية. يقول الرب: من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسدي طعام حق ودمي شراب حق. من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وثبت فيه، كما ستصبح هذه الذبيحة تذكارا أزليا وأبديا لتصنعها الجماعة الجديدة أي الكنيسة مدى الأجيال إلى قدومه الثاني في المجد السرمدي. إن تذمر هذه الأمة العصية نتيجة لجهلها الكتب المقدسة، خاصة النبوءات والمشترع الأساس الذي هو ماثل أمامهم، لكن اسودت وجوههم وغشيت أعينهم عن أن يبصروا ذاك الذي هو قادر أن يطعمهم الخبز واللحم أي المن والسلوى في الصحراء، ويفجر من الصخرة ماء لإرواء عطشهم. إذ أن فاه المقدس عندما ينطق في إنجيل يوحنا خاصة في هذا الفصل بقوله أنا هو، فهم قادرون على الفهم بحسب ثقافتهم اليهودية. إنهم أمام تجلي إلهي، إذ أن هذا الضمير أنا هو يعيدنا إلى يهوه وكل عمله الخلاصي في العهد القديم الذي يكمله أو يكمل في شخص ربنا يسوع المسيح له المجد. نعم، ولد من عذراء، لكنه سيأتي من نسل داود. لذلك هاجمه اليهود متطلعين إليه باستخفاف كابن لمريم، وغاضين النظر عن نسبه إلى الآب السماوي بطبيعته لاهوته السني، لأن هو والآب واحد. إنه إله حنان يعرف أفكارهم وتذمرهم الداخلي. سقطوا عن الحق وكونوا عنه فكرة بالغ الحقارة. كان يليق بهم أن يقدموا الكرامة الإلهية الواجبة، لذلك هو الإله فاحص القلوب والكلى ووازن الأفكار ومعطي الدواء لذوي العاهات المحتاجين إليه. يذكرهم الرب دائما بمحدوديته، تفكيرهم وتركيز هذا الشعب على قشرة الشعير أي على حرفية الناموس، لا على قوة عمل الله فيهم. يعرفون يسوع من ناحية الجسد أي نسبه وانتماءه الأسري، لا بل حتى يعرفون أبيه مار يوسف خطيب القديسة مريم ومربيه وأمه مريم العذراء. سيتذمر الشعب اليهودي ويقول: كيف يقول أنه الخبز الذي نزل من السماء؟ سيذكر الرب بإشباع الشعب الخارج من العبودية والمتذمر على الله وعلى موسى في الصحراء، فيشبعهم منا ينزل ويجمع كل واحد بحسب حاجته. أما في يوم الجمعة فكان الشعب العبراني يجمع ضعفي الكمية لأجل استراحة السبت، وما كان يفضل عنه ينتن، على الرغم من أن آبائهم شبعوا إلى أنهم ماتوا. بذلك يسوع المسيح له المجد يقدم ذاته تحت أعراض الخبز والخمر
التي سيؤسسها أي جسد الرب ودمه الأقدسين في خميس الفصح طعاما أفضل من المن الذي كان رمزا لذلك الخبز والقوت الحقيقي. إنه ذبيحة دائمة ومذكر آلام المسيح وتقدمة طاهرة دواء للخطايا ولعدم الموت. إنه سرا مرهوبا ومحيا الذي يزيحه الترابيون ويهابه النورانيون أن ينظروا إلى وجهه الأقدس. من خلال هذا الجسد والدم الأقدسين أي الأفغارستية له مفاعيل عدة عندما نتناوله بانتباه وبقداسة وبغير لوم، فإنه يقوي فينا الإيمان بيسوع المسيح ومن أرسله أي الله الآب الذي يجذبنا إلى معرفة ابنه الوحيد فيه غفران الخطايا ويحارب فينا الموت والفساد، لا مثل المن الذي كان كرمز أو كظل للمسيح خبز الحياة، يمنحنا الشركة البنوية بالابن مع إخوته البشر المقتبلين إياه ويؤهلنا للحياة الأبدية بما أنه عربون أخذنا وذقنا حلاوة الابن الشهية والمباركة. إن الرب يستعمل ما في أيدينا فيباركه بكلماته المقدسة لكي يكون فيه بركة ووفرة. يرفع 12 تلميذا الكسر الباقية علامة على حرصه على عدم ضياع أي كسرة خبز لأنها من بركاته وعطاياه. وكم بالأحرى إذا كان يهتم بكسر الخبز أن يهتم بالأكثر بالشعب الجائع أن لا يفقد من كلمته المقدسة شيئا، لا بل رغبة قلبه في إعطائه لهذا الشعب الحياة الأبدية. أحبائي، في الختام لا ننسى أن الأفغارستية أو الذبيحة الإلهية أو القداس بشقيه مائدة الكلمة ومائدة القرابين هو عربون محبة المسيح لنا وذبيحته الكفارية لأجل كل واحد منا، فعلينا أن نشارك لا بل أن نذهب بنشاط ونقدس مع الكاهن بما أن لنا من كهنوت عمومي يخص جماعة الكنيسة، فهو العطية التامة الذي يشارك إخوته في تقديسهم، يهبهم الثبات فيه والحياة الأبدية ويحفظنا من الفساد المهلك. إذن لنمتحن أنفسنا قبل أن ندنو منه ونقتبله، ولنأخذه بثقة بنوية لأنه نار آكلة يحيلنا إلى شبه صورة ابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح، لنرنم مع المزمر قائلين: تعرفني سبل الحياة وأمامك شبع سرور وفي يمينك نعم إلى الأبد، لربنا المجد إلى أبد الآبدين آمين. فإذا أخوانواتي بدي شميلان هذا إنجيل وهذه هذا تأمل يريخة حول خبز أو لخم خاية أو ديل مارين شو عم شيحة أهول دغد كاميرا ديل مشودرة مآون ديل بشمة، ولازم قبل أخلي إن بتعليم وإن بهي منوثة، وأيضا من خلال دكثاهم قدشة من هادخ هذاي كنك مذمري حيلة حول إنه ضميري إنه أنا ينلخمة تشمة أو دك شتائر مقاوي. فإذا مارين شو عم شيحي لأهول لخمة خاي دي كيولن خاي لأنه حيل مهم أخني بخاين دي وكولا إيبا خطيثة وإيبا موثة وإيبا حروب وإيبا كلهن آني قلاقل، لا بل إيبا خطيثة ممثنيثة مارن شو عم شي حاثيلة حتى دم صالح آذي جنسا دناشا. فإذا من خلال جدال ده حصل بين هذاي وبين مارن شو عم شيحة فهمك بأنه مارن شو عم شيحة كدك بين ممطيلا،
فإذا مرة شو عم شيحة ولدك مشادير وحدي لبشمة ولازم تقبل أخلد دغدميرا، لكن دغدي لكامر بنص حقوثة بدامرني أخون ودمهي من بقاوي اتلي خاي للأبد آنين لخمة اتخاي أو هاثخون خلهن من برية ومثة. فإذا أخني أما تقبلخ مارن شو عم شيحة ابهي منوثا وأيضا بكثاوم قدشة وأيضا بقداشة، خاصة بأفغارستية دغدي كامر أخلب قداشة كسر الخبز. هذه طبعا عطية كاملة له، لأنه ليث عطية مخ عطية والد مارن شو عم شيحة ذاتح ولدكم هي ولن كلهن آني خاي وكولن خاي وفرة لا بل تولن قشمح ودمح خالة وشتاية حقيقية. فإذا خنواثي وخثواثي عزيزة مهم جدا أنه تاويلا هذا إصرار أنه قروخ ممشيحة لكن ممتحنخ دائما ذوات ديدا حتى بالفعل تاوخ مستاهل أنه قروخ ألح وشوق قروخ ألح بثقة، لأن دم خالصا من كل فساد ومن كل خطيثة، وأيضا مقبيلا باذي خاين تولن قوت دا هذه خاين اللح مجد هالأبد لابدين آمين. مجد دا آبا دا أبرا دا روحا بخاي هالأبد لابدين آمين.